كم ستر علينا ولم يفضحنا، وما زال يسترنا إلى الآن حتى بعد أن تبنا ما زال فينا وفينا. الحمد لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح. قال بعض السلف: لو علم الناس حقيقتي لضربوني بالنعال. وقال آخر: لو كانت للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجلس بجواري ولكنه يستر. قيل لأحدهم: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أشكر، أجميل ما نشر أم قبيح ما ستر. موسى عليه السلام خرج يستسقي يوما بسبب جدب أصاب الناس، فأخذوا يدعون الله سبحانه وتعالى: السماء لا تمطر. فسأل موسى ربه: يعني لماذا لم تمطرنا؟ قال: إن فيكم عبد يعصيني منذ 40 سنة يبارزني بالمعاصي به منعتم. فوقف موسى قال: أيها الناس، أيها العبد العاصي الذي يبارز الله بالمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا، فبمعصيتك منعنا من القطر. رجل كان في حيرة، إذا خرج فضح نفسه، وإذا بقي لم يمطروا، فما كان منه إلا أن وضع رأسه بين قدميه وسأل الله تعالى أن يتوب عليه، ووعد أنه لن يعود، وتوسل إلى الله أن يستره وألا يفضحه. ثم فجأة إذا بالسماء تمطر وينزل غيثا جميلا صيبا نافعا. فقال موسى: يا رب لما سقيتنا ولم يخرج هذا العبد العاصي؟ قال: يا موسى سقيتكم بسببه منعتكم، إنما سقيتم بهذا العبد التائب، لقد تاب إلي يا موسى. فقال: يا رب دلني على هذا العبد التائب، عايز أشوفه، عايز أكافئه، عايز أبوس دماغه. فقال: يا موسى سترته 40 سنة وهو يعصيني، أفضحه بعد أن تاب إلي؟ كم سترنا. تخيل لو كل معصية بنعملها الناس عرفوها، كيف يكون حالنا مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف يرانا الناس يعني؟ بل أنا أقول عن نفسي: لو تعلمون عن نفسي ما أعلم ما حضر واحد منكم لي أبدا أبدا. أنا لا أقول ذلك تواضعا، بل أقول ذلك يقينا. لو تعلمون ما أعلم من نفسي، ولكن الله يظهر لكم الجميل فقط. فهذه نعمة من الله لا أقدر على شكرها ما حييت.